السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبصحه جيده يا ربي. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو مبروك عواشركم بالصحه والسلامه يا ربي، وباش تمنيتوا بالرزق والصحه هي المهمه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم البطبوط اللي كيجي زوين بزاف ورائع وناجح 100%. يتبعتوا الخطوات مفشفش ورطب، كنستعملوه للساندويتش للاطفال اللي كيديوهم من المدرسه ولا ناكلوه في الدار مع الكوتي. نبداو على بركه الله بالمقادير. هنا عندي جبانيه ونص تاع الفورص، عندي جبانيه تاع الفينو وجبانيه تاع القمح، شويه الخميره وشويه الملحه. غنخلطوا المكونات مزيان حتى يندمجوا لينا على هذا الشكل هذا. ضروري نديروا فيه شويه القمح لان القمح كيعطينا واحد الرطوبيه اللي زوينه، وبما انه صحي ندخلوه في الماكله تاعتنا. صافي هنا ندير بالماء دافي ما يكونش سخون بزاف ونبدا نخلط العجينه تاعي. وهنا كما كتشوفوا معايا كنبقى نزيد الماء على حسب العجينه وكنخلط فيها حتى نحاول نجمع العجين تاعي كيكون شويه رطب، ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف بزاف. غنبقى بهذا الشكل هذا حتى نجمع العجينه ونرجع معكم. وهنا بعد ما جمعت العجينه تاعتي ضروري نحاول ندلكها شويه، كما كتشوفوا فيها راه شويه قاصحه، غادي نحاول نرشها. كنخليو هذه العجينه تاعتنا قاصحه وكنبداو نرشوا فيها المره الاولى والمره الثانيه، عاد كنعاودوا ندلكوها. ضروري ندلكوها ونديروها في الروبو اللي بغينا. صافي هنا كنحاول ندخل لي هذاك الماء اللي درت على هذه الطريقه هذه كما واضح لكم في الفيديو حتى تشرب الماء اللي زدتها. والتنيات هما اللي كيعطيونا هذاك الخبز اللي كيجينا من داخل مفشفش وكيجينا رطب وزوين. صافي غنكمل بهذه الطريقه. جو بونس راه الفيديو شارح نفسه. كنبقى نعاود ندلك فيها ونخليها ترتاح شويه. ضروري نخليوها في هذه المرحله ترتاح، قد ما ارتاحت قد ما كتعطينا مضبوط ناجح 100%. صافي هنايا نعاود ندلكها شويه ونخليتها ترتاح واحد 15 دقيقه. كما كتشوفوا الخدمه كتعطينا الطوع تاعها، كتجي رطبه وزوينه وما كتمحناش لان خليناها ترتاح شويه. انا نحاول نعطيكم جميع المراحل باش ينجح معكم ان شاء الله، خصوصا ان رمضان على الابواب. يدخل عليكم بالصحه والسلامه والرزق والهنا يا ربي. واي حاجه اي واحد بغى شي حاجه الله يناولها ليه في هاد العواشر. صافي هنا غادي نحاول نخليها المره الثانيه. كما شفتوا راه خليتها حتى طلع في الحجم تاعها. انا نحاول نقطعها كريات على حسب الحجم اللي بغيتو. انا هنا دحت غنطلقو بالمدلك، غنحاول نقطمها على 4 ولا 6 على حسب العجينه تاعتنا. ضروري في هذه المرحله ديكازيوها. صافي ونقسمو على حسب سطح العمل اللي عندنا. كان عندكم سطح العمل قسمو على 2 على 3 على 4 لانكم غتطلقوها بالمدلك. بغيتو ديروا غير وحدين متوسطين تقدروا تقطعوا كريات متوسطه وديروا بطبوط عادي. صافي غادي نحاول نقطع الكريات تاعي ونجمعهم على هذا الشكل هذا بلا دقيق. من بعد عاد غنبدا نزيد ليهم الدقيق حتى نقادهم باش ما يدخلش ليا الدقيق للداخل. صافي هنا غادي نرش شويه سطح او القصريه تاعتي بشويه دقيق، غير رشه خفيفه، ونحاول نلولبهم على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي ونحطها ترتاح. نعاود معكم واحده اخرى. في الاول حاولوا ما نرميوش الدقيق بزاف باش ما يدخلش لينا الدقيق لداخل ويعطينا ديك التدقسات. هنايا غادي نحاول نرش شويه دقيق، عاد نبدا نلولب فيها حتى نجمعها. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه ونخلي العجينه تاعتي ترتاح. هنا بعد ما
كملت الكريات تاعي، غنخليهم يرتاحوا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق. صافي هنا رشيت سطح العمل تاعي بشويه الدقيق، كناخذ الدلاك باش نعاون به ونبدا نطلق هذوك الكريات على الشكل هذا دائري. كنخليهم شرقاق بزاف وما نخليهمش غلاظ بزاف، المهم باش ما يجيناش عاوتاني الغليظ بزاف. صافي نحاول نرش العجينه تاعتي كما كتشوفوا واحد الفقاعات ان العجينه تاعتكم ناجحه 100%، كتعطيكم الطوع. صافي انا غنرشها بشويه الدقيق باش ما تلصقش ليا في المدلك، وغنكمل بهذا الشكل هذا حتى نحصل على السمك اللي بغيت. وهنا بعد ما طلقناها كناخذوا اي عبار اللي بعدنا، اولا جبانيه. انا خديت انا جبانيه بغيتهم يجيو شويه كبار حتى نحتاجو الساندويتش. صافي غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي ونحيد العجينه الزائده، غادي نطلق واحده اخرى بحال هذا الشكل هذا ونعاود نقطع على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعبار اللي بغيتو صغار ولا كبار ولا اي حاجه، المهم ديروا هذه الطريقه وتفرشوا لهم شويه الدقيق باش ما تبغوا تهزوهم وما يلصقوش لكم على سطح العمل. صافي هنا راه حاولت ترش هذاك الزيف بشويه الدقيق وحطيتهم يرتاحوا، خاصهم يخمروا واحد 15 دقيقه. من بعد حطيت المقله تاعتي فوق البوطه. صافي وغادي نبدا نطيب فيه، كنحطوه على هذا الشكل هذا، كنخليه غير واحد شويه كما كتشوفوا. صافي ونحاولوا نقلبوها غير بشويه باش تبقاش ما تطبش لينا ولا شي حاجه اللي تقبات لينا، سي نورمال ما غاديش تنفخ لينا. صافي اون فوا نقلبوها كنبقاو نحركوها بهذا الشكل دائري. صافي كنعاودو عاوتاني نقلبوها ونبقاو نحركو، وتكون نار متوسطه ما تكونش نار مجهده باش ما تحركش لينا. كما شفتوا معايا هذه هي الطريقه باش ينجح معكم البطبوط تاعكم. كنبقاو نقلبوه ونحركو على شكل دائري باش كيبدا يتنفخ معنا البطبوط تاعنا. هنا اعتمدت انني ما درتش تسريع باش تشوفوا. ملي كيبدا ينفخ من الجوايه كنبدا نضربو من الجنب على هذا الشكل هذا باش يتنفخ كله ويتحل لينا ويجينا البطبوط تاعنا رطب ومفشفش من الداخل. صافي كنبقاو نقلبوها هكا كتتحمر من الجوانب كامله كما شفتوا على هذا الشكل هذا. كيصدق لكم البطبوط تاعكم 100%. هنا بعد ما نفخات غادي نحاول نوقفها باش نحمر الجوانب، لان ما كتنفخ لينا ما كيتحمروش لينا الجوانب. صافي غادي نبقى على الشكل هذا ندور فيها فوق المقله تاعتي، وهي بانت ليا شي بلاصه تحلات كنحاول نسدها على هذا الشكل هذا باش تبقى ليا البطبوطه تاعتي منفوخه. ضروري نحمروا الجوانب، وكنكمل بهذه الطريقه حتى نحمر البطبوطه تاعتي كامله كما كتشوفوا معايا في الشكل. وهنا كما كتشوفوا معايا راني حطيت البطبوطه تاعتي واحده اخرى بنفس الطريقه، غير نحطها نقلبها ونبقى ندي فيها ونجي باش تحمر ليا من الجوانب كاملين وميم طو كتنفخ معنا. صافي كنبقى نحرك على الشكل هذا كما كتوضح لكم الصوره. من بعد نقلبها ونعاود نحرك فيها، ضروري نبقى نديها ونجيبها فوق البوطه تاعتي فوق المقله تاعتي. سمحوا لي راني عيانه شويه كما كتشوفوا الصوت تاعي شويه عيان، مي ضروري نشارك مع المتتبعات تاعتي هذا الفيديو. صافي نبقاو نديو فيها نجيو فيها، اين فوا كنبقاو نديوها ونجيبوها راه سبحان الله كتنفخ لينا. صافي هنايا كنكمل بهذه الطريقه. صافي ونبقى نقلب فيها على الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. باش كتنفخ معنا وكتصدق لينا البطبوط تاعنا.
وكما قلت لكم ان فوا كتنفخ وكتحمروها كنحاولوا نحمروا حتى الجوانب ما نساوهمش باش ما يبقاوش لينا خضرين. هنايا بانت لينا شي بلاصه ما تنفخاتش مزيان، نحاولوا نوركوا على البطبوط باش كيتنفخ وكيتزير وكيتنفخ من الجهه الاخرى مزيان. صافي هنا نحاول نوقفها باش نخدم حتى الجوانب ما نخليهمش خضرين. نتمنى الطريقه تكون واضحه لكم في الفيديو. وهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو تاعي. نتمنى البطبوط تاعنا ينال اعجابكم وتشاركوه مع الاهل والاحباب، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.